بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى السفرة الجميلة دي بتاعتنا، تحفة تحفة. اتمنى بقى كده تحطوا له لايك قبل ما تدخلوا بقى على الفيديو. صراحة السفرة دي محتاجة لايك. عشاق السمك يدخلوا معايا، هوريهم السمك ده عملته ازاي بالتتبيلة الرائعة والحشوة الجميلة دي وكل الاكل الجميل ده احنا عملناه ازاي. هنسمي الله ونجيب سمكنا كده، نجيبه صابح، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هتجيبي كمية السمك اللي انتي بتقضيكي بقى، زي ما انتي عارفة أفراد أسرتك بياكلوا ايه. جبت السمك نضفته، تجيبيه أهم حاجة كده يكون صابح والسمكة حمرا كده وجميل. المهم كده نضفته، وبعدين بقى تحت الحنفية بالفرشة وخليته قشطة زي الفل، زي ما انتوا شايفين قدامكم بالظبط، بالفرشة الصغنطوطة بتاعتي دي، وخليته كده قشطة. نقعته في شوية ليمون بساط، ما تحطيش خل عشان بيهري السمك. وبعدين بقى نشلته كده، وتعالوا بقى للترابيزة كده، الرخامة بتاعتنا دي كلها ألوان مبهجة. معايا ليمون وكمون وتوم قرنين فلفل أحمر كده حامي، ومعايا بقى ليمون تاني، طماطم متقطعة، جزر مبشور وكزبرة وملح وكمون، ومعايا شوية حاجات كده كلهم موجودين في البيت. يعني ما تقوليش بقى دي حاجات كتيرة كده، لا كله موجود في البيت. جبت يا حبايبي الكبة الكيوت بتاعتي الصغيرة دي، ونزلت كده الأول هعمل تتبيلة كده للسمك دي جميلة جدا. الحشوة دي راس توم كبيرة كده، وعليها قرنين فلفل أخضر وقرنين حامي، ومعايا كده ليمونتين مقطعاهم قربة، والملح والكمون. وما حطيتش بقى شطة لاني حاطة القرون الشطة دي حامية جدا. وكمان معايا قطعتين من الطماطم، وحطيت شوية جزر مبشور وشوية كزبرة خضراء، كل ده في قلب الكب. نزلت كله على بعضه، ومعلقة خل وشوية كزبرة. المهم نزلت بقى بكل التتبيلة الجميلة دي، وضربتها كده ضربة محترمة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت كمان، كنت نسيت معلقة الخل اللي انا بقول لكم عليه. التتبيلة بقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفينها اهي. وبعدين انا حاطة كمية الملح اللي هتكفي في الحشوة من بره ومن جوه، لان الحشوة اللي معايا دي، قصدي الخلطة دي، هي اللي هقلبها عليها الحشوة، وهتبل بقى بيها السمك وهحشي بيه. نزلت بقى كده في بولة بالتتبيلة الجميلة دي، ريحتها خطيرة. وبعدين بدأت بقى تاني ان انا اجيب بقى عليها قطع الطماطم اللي انا مقطعاها قطع صغيرة، وبقية الكزبرة الخضراء والجزر المبشور، وكمان كنت مقطعة فلفل اخضر كمان معاه. ده ملوش دعوة بقى بالخلطة اللي احنا عملناها. وقلبت بقى كده. بصوا حبايبي زي ما انتوا شايفين الخلطة جميلة جدا، الوانها جميلة ومبهجة وزي العسل. دلوقتي بقى معايا شوية ليمون كده هعصرهم، 3 4 ليمونات. السمك طبعا من عشاق الليمون والكمون، يعني السمك اكتر حاجة فيه بنزودها الكمون والليمون. عايزة تزودي كتير مش هيقولك لا، الموجود عندك بقى حطيه. المهم حبايبي كده انا عصرت كمية الليمون اللي معايا كلها، وبكده الخلطة بقت جاهزة خلاص. كده انا بس بنضف بقى مكاني كده، وبعدين اجيب بقى السمك زي ما انتم شايفين يا حبايبي قدامكم. انا هعمل دلوقتي حركة حلوة دلوقتي هنشوفها مع بعض، عشان انا هحشي طبعا الخلطة معايا جوه السمك. احشي بقى كده، يعني ايه، اكبسيها كده زي ما بيقولوا كبسيها كلها كده، خلي السمكية تاخد كفايتها من الخلطة كلها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انا بعملها قدامكم اهوت. بتكة بقى عليها كده، هحشي بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالخلطة كلها. المهم بقى ايه بقى الحركة اللي انا هعملها قدامكم دلوقتي؟ قبل ما اقولك على الحركه اللي انا هعملها دلوقتي، حطي لي بقى لايك. اتمنى بقى تحطي لايك كده، يلا حطي لايك بقى واشتراك، اشتركي لو مش مشتركه اشتركي بقى معايا. هتشوفي ان شاء الله وصفات كتير هتعجبك. هي ده اللي انا بعمله، ان انا اما بدخل بقى الحشوه جوه السمك بتك بقى عليها كده تنزل الميه بتاعتها. نزلت الميه ليه؟ معلش يا حبايبي بقى انا جبت كل ده ومسحته تاني، الرخامه طبعا نظيفه جميله مفيهاش اي حاجه. معلش بقى كلنا بيحصل معانا الكلام ده. المهم معايا بقى المية دي رشيتها بقى على ظهر السمك من بره، لان الحشوة هتتبل السمكة من جوه، ظهر السمكة من بره هيبقى عادب. فخلاص انا كده قلبت كل السمك من بره ومن جوه. وبعدين كمان ما حبيتش اديله فتحات كتير، بس غرزته كده تغريزة بسيطة بالسكينة، ببوز السكينة بس،
غرقته كده، ما حبيتش ان انا اعمله فتحات صراحه. زي ما انتم شايفين قربت لكم بقى الكاميرا. السمك هسيبه بقى، افضل حاجه انك تسيبيه 3 4 ساعات. يعني انا كنت عاملاه من بدري، سيبته بقى خالص لحد يعني ايه 4 5 ساعات على الحال اللي هو فيه ده. كل ما بيستنى كل ما بيشرب بقى من التتبيله وبيبقى جميل جدا. خلاص يا حبايبي بقى، انا جبت كده معايا كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، معلقه كركم، سنه ملح، سنه كمون. كل ده معايا بقى كده وقلبته على بعضه. وبعدين هقلب بقى السمك فيه كله. قلبي بقى السمكية كده من بره ومن جوه. وهنعمل برضو كل دي تكات كده. هنعمل برضو حركة دلوقتي حلوة جدا. المهم ان انا هقلب بقى السمك كله زي ما انتوا شايفين واركنه. لو انت برضو عندك متوفر وقت حطيه كده واركنيه شوية، بيبقى افضل وبيبقى جميل جدا. بس ساعتها انا ما كانش عندي وقت، فعملت بقى حركة حلوة كده. معايا كده الكوباية الجميلة دي، الكوباية دي بتاعت ابني حمزة اللي بيشرب بقى فيها، فانا استغلتها كده. خدت منها كده، حطيت شوية مية وبدأت بقى ارش عليه مية. الحركة دي بتاعه يتحرق. يعني اولا الزيت ما بيتحرق. ثانيا الليمون اللي انا حاطاه معايا ده انا بحطه كده في الطاسة عشان ما يخليش اي ريحة خالص في قلب الشقة. ومش محتاجة تشغلي شفاط ولا حاجة. خلاص يا حبايبي، انتوا عارفين ان الكاميرا عندي بتفصل فما عرفتش اثبت الكاميرا على الزيت بقى وهو بيتقلب. طبعا كلنا شاطرين. هديله النار كده لو هو كبير قوي، هديله النار وقلبيه كده مرة على اليمين ومرة على الشمال. انا مطلعه لكم زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى بكمل الكمية كلها. انا بوريكم ان الخلطة ما وقعتش ولا اي حاجة، ومقرمش من بره وطري من جوه وجميل جدا. هنقدم بقى الاكل الجميل بتاعنا كله. عملت شوية سلطة بلدي شكلهم يغني صراحة عن الكلام. والسمك بقى كده بتاعنا قدمته، ورز ابيض، والمخلل اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. وان شاء الله هنعمل مع بعض مخللات كتير، وهنعمل حلقات كتير للمخلل اللي ما بيخلصش. بصوا بقى السفرة جميلة جدا. عشاق السمك هيحبوا الوصفة دي جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها بالحشوة الجميلة دي. هتعجبكم ان شاء الله. لحد ما اشوفكم في وصفات اكتر واكتر. هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى اللايك.